غاص، بصوا اهو، هيموتوا من الكلام اللي احنا بنعمله ده. البطرك نفسه فاكر الفيديو بتاعه اهو. طبعا احنا في الزمن ده واللي بيقعد على السوشيال ميديا في كده 2 3 طالعين في المقدر جديد. انا حابب اسالك عنها يا اخي معاذ. وعمالين. جزاك الله خيرا يا اخي الجزيره، بارك الله فيك. هو يقصد ايه بالمقطم؟ طالعين في المقطم، ايه المقطم هذه؟ ما فهمتش. المقدر. المقدر جديد، طالعين في المقدر جديد. بارك الله فيك يا جزاك الله خيرا صاحب حساب الجزيره، اسال الله ان يعوضك. وين هذه المقدر هذه؟ ما فهمتش شنو يقصد بها المقدر. طالعين في المقدر جديد. مقدر جاي من كلمه القدر. ما فهمتش والله. القدر يعني طلعوا قدرا، يعني قصده طلعوا قدرا يعني ولا ايه؟ حاجه هو مش قصده كده بالظبط، بس هي كلمه بتتقال يعني اللي هو ايه، طالعين جديد، يعني طالعين في المقدر الجديد. ايوه كده يشككوا ويشككوا باستهزاء وباستفزاز. يا اخوتي الاحباء، موضوعنا في محاضرة هذا اليوم الرد على مهاجمة الإيمان المسيحي الذي يقوم به الشاب معاذ عليان وأعوان. معاذ معاذ يا عم ده اسقف مش عارف ينطق الاسم. انطق الاسم صح وبعدين رد. مطالبات عديدة من بعض الآباء الأساقفة والآباء الكهنة والكثير من جزاك الله خير اخونا الجزيره، الله يحفظك يا رب. الخدام وافراد الشعب، وذلك بالرد على الشاب معاذ عليان واعوان. عليان عمل ما فيش، يعني تخيل ده مش عارف يقول اسمي فما بالك هيرد عليا. يعني ده حتى ما دخلش سمع مثلا حد، يعني انت بتتكلم هتقول اخي معاذ، اتقالت سهله. ده حتى ما بيسمعوش. الراجل ده طلع ادعى ان هو بيرد عليا، ما جابش كلمه انا قلتها. كل الكلام كلام يعني موجود على السوشيال ميديا، مثلا ادمن حطه على الصف وكاتب ان هو ادمن. هو طبيعه الرد تكون هكذا يا اخ معاذ، ياتي بالمقطع او الجزئيه. والله ما جاب مقاطع ليا. عارف لكن اللي اسمه رد هكذا، تاتي بالمقطع والحجه كامله للطرف الاخر، ثم بعد ذلك ترد عليه. هكذا المفروض صح. لكن انك انت تهري. عارف هذه النقطة بيعملوها حتى في نشيد الإنشاد. أنا معلش والله مكثر نشيد الإنشاد، بس الحكاية يعني شوي يعني إيه. المهم مثلا في نشيد الإنشاد أغلب كل القساوسة تقريبا يجيك التفسير. ما هو التفسير؟ التفسير إن أنت تأتي بكل نص وجنب التفسير، نص وجنب التفسير، صح ولا لا؟ حتى المفسرين الطبري القرطبي ابن كثير هكذا نظام التفسير، تأتي بالآية وجنبها التفسير. النصارى لا يفعلون ذلك مع نشيد الإنشاد في المقاطع. يجي يقول لك نشيد الإنشاد دوت يعني علاقة مع بين ربنا والمسيح والمحبة والمهبة ومش عارف. لا ده في فئة جديدة دلوقتي ما بيقولوش علاقة ما بين ربنا والكنيسة، لا ده دلوقتي بقى علاقة ما بين ربنا مثلا والسيدة مريم. بارك الله فيك يا أخي الجزيرة، جزاك الله خير. الحلقة بص هتبقى عن النبوات الخاصة بالعذراء مريم في سفر نشيد الإنشاد أو الأناشيد. يا حلاوة. يعني نشيد الإنشاد بيتكلم عن السيدة مريم، هم بيقولوا كده. مصيبة هذه. يعني تخيل، أنا آسف، أنا بعتذر عن الألفاظ اللي هتتقال دلوقتي. أخونا زين هو اللي طالب من الأول وأنا حاسس بيه يعني. تفهمني على طول، أنا بلمح لك. النص هم هيقولوا الكلام ده، نص كتابي بيقول. حرص لك على الخاص على فكرة. هيبقى على ايه؟ كنت هقول لك شغل. بتشغل يا عم، بلمح لك. احنا كل حاجة، بص انا دايما بقول احنا كل حاجة على العام عادي. احنا بنتكلم في الموضوع بشكل اكاديمي. احنا جايبين ابائكم. ده الانبا مقار ده اسقف. انبا مقار ده اسقف العاشر من رمضان ارثوذكسي. بص بيقول ايه؟ اتكلم برضه عن العذراء بس من خلال سفر نشيد الأنشاد. فتخيل انت النص الكتابي بيقول ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحلى صنعت يدي صناع، سراتك كأس مدورة لا يعزوها شراب ممزوج، بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن، ثدياك مش عارف ايه، قلت اني اصعد الى النخلة وامسك بعزقها. ده مين؟ دي السيدة مريم.
عندهم. ما احلى رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. النعل ده معمول من الجلد المائت علشان تستطيع ان تدوس بيه على كل اشواك العالم ولا يؤذيها في شيء. الحمامه دي على فكره السيده مريم، يعني لو البرنامج اسمه الحمامه فدي الحمامه المقصود بها السيده مريم، هو كاتب حتى هنا انه ما فيش حاجه تستطيع ان تؤذي السيده العذراء مريم. قال لها سره الكأس مدوره. السره هنا لان لها علاقه بالقديم والجديد. السره دي بتبقى سوره السيده مريم، سوره السيده مريم رابطه ما بين قلت اني اصعد الى النخله وامسك بعذوقها. مين النخله؟ السيده مريم. تاني حاجة في سفر نشيد الأنشاد هي النخلة. إذا كانت العذراء شبهت بالنخلة فكلنا محتاجين نتعلم إزاي يكون لنا جذر. أنا كنت حاسس والله إن هو بيقول نتعلم، يعني بلاش مش هينفع. حسيت كده بجد. نتعلم إزاي يكون لنا ثمر، يتعلم ازاي يبقى لنا نظرة للسماء، نتعلم كمان ان احنا ما نطلعش الكلمة الوحشة من بقنا. ايه علاقة ده بقى بالنخلة يكون لها ثمر؟ طب هو بس اصلا بيقول ايه؟ قلت اني اصعد الى النخلة وامسك بعذوقها. النص بيقول كده ويكون او وتكون ثدياك كعناقيد القرن، اللي هم الثديين، ده الثمر اللي هم الثديين، ده اللي هم الثديين، ده الثمر اللي هم الثديين، ده الثمر. هتكتب بلس كام؟ بلس كام؟ بلس 18 يعني، صح؟ اللي هو الكبار، صح؟ زائد ايوه زائد 18 لا انا بالنسبه لي هنا حرفيا، لا انا بالنسبه لي هنا زائد 50 مش زائد 18. لا والله اهو بص كتاب اجذبني وراءك، ده دليل فهم معاني كلمات نشيد الانشاد. بص بيقول ان ينصح اباء الاعتراف شبان سن المراهقه بعدم قراءة هذا السفر الا بعد سن البلوغ روحيا. بص اهو كان اليهود يمنعون قراءة هذا السفر لمن هم اقل ايه؟ من 30 سنة. حرفيا بلس 30. على فكرة انا لو جدي على قيد الحياة وعمره 80 سنة حمنع يقرأ نشيد الانشاد، بس انا حقراه. ليه يعني انت؟ ما انا تحت ال 30 بقى. طب اسمع الفيديو ده نشيد الأناشيد الذي لسليمان ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. اجذبني وراءك فنجري، أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم، ما أجمل خديك بصموت وعنقك بقلائد، حبيبي لي بين ثديي يبيت، عيناك حمامتان، ها أنت جميل يا حبيبي وحلو وسريرنا أخضر، ما أجمل رجليك. مش فاهم ايه الفكرة في السرير الأخضر؟ يعني ايه الفكرة يا فندم؟ ايه الفكره في السرير الاخضر؟ انا عايز افهم. اسمع بقى، ده اسقف اسمه الانبا يسطس، اسمعوا. والله انا ما اعرفش ازاي ده واقف بيقرا الكلام ده ومش ده كتابه مش عارف يقراه. ابيض يا ورد. انا احاول اصلح الكلام اللي هو بيقوله بس ربنا يذكرني لان النص مش قدامي يعني. كي من علينا يا بنت الكريم، ده الحمد لله النص ده يا بنت الكريم دي صح. الوحيد اللي صح. دوائل فخذيك مثل الحلي، صنعت يدي الصانع. صناع يا فندم، صنعت يدي صناع مش صانع. يعني تخيل انت مش عارف الالف بتتحط هنا تتقري ايه وتتحط هنا تتقري ايه. لا المصيبه عارف يا اخ معاذ، المصيبه هيشرحوا. ده المفروض يشرح ويجي وده لو سالته في نشيد يقول لك اصل انت بتتكلم بلغه جسدانيه. يا فندم جسدانيه انت مش عارف تقرا النص. هيشرح شيء مش عارف يقرأ اصلا. والله انا افتحه قدام احسن عشان لو نسيت كلمه ولا حاجه. النصارى تميزوا بشيئين يا اخ معاذ، انهم يشرحون ما لا يعرفون قراءته، ثانيا يشرحون النص اللي اول مره يسمعوه في حياتهم اصلا. يعني انا بجيب لهم النص الان حالا، هو عرف النص مني انا، يعني انا لو ما عرفتوش النص ما كانش هيعرفه. وتجده ما شاء الله يبدا في الشرح ويبدا في ومعناها كده، وانت اللي مش فاهم ايه يا يهطل انت، ده انا اللي مخليك تقرا النص، انا اللي مطلع لك النص خرب بيتك تقول لي مش فاهمه. طب انا لسه كنت بتفرج على فيديو دلوقتي حد كان نشره
واحد مسيحي انا الفت له نص. بص استنى والله العظيم بجد، ايوه انا كتبت كده انا الفت له نص. استنى بس هجيب لك النص يا رب الاقيه بسرعه. ايوه اهو. ها انت كالنخله الناظره وثمرك عناقيد تفيض من عسلها، فدياك كتوأمي جزال يرعيان بين الازهار، فخذاك كأعمدة من رخام أقيمت على أساس من نور، بطنك كأس من بلور مملوء برحيق مختوم. فسألت سؤال، هل ده كلام الله؟ قال لي قلت له ده كلام أنا مألفه. والله العظيم، وبعملها دايما في المسيحيين. بص خد النصوص اهي هبعتها لك خاص، اعملها هتلاقيها بتجيب معاه، وهتلاقيه يقعد يدافع عنها ويقعد يقول لك اصل انت مش فاهم الكلام ده. قسما بالله مره والله انا عملتها. والله لا يقول لك ده كلام ربنا وكلام انت اللي مألفه. لا على فكره انا مره سوحت واحد من النصارى على قولتكم انتم، سوحته خليته قرأت لنص وقلت هذا في انجيل متى الاصحاح 80. مفيش اصلا اصحاح 80 في انجيل متى. بس المهم قرأت لنص كذا، طلعت لنص من عندي وخلاص. والله العظيم تقريبا 10 دقائق بيشرح النص والله نسيت تأليف طبعا، اني مألفه من راسي هنا فنسيت يعني صياغه النص. انا النص ده انا كاتبه عندي على التليجرام، حافظه على التليجرام عشان لما يجي مسيحي. انا اصلا وقتها انا كنت عند محمود في البث بتاعه، فالمهم فرحت داخل مسكت التليفون وقلت له معلش اسالك سؤال، محمود افتح النص اللي بيقول كذا كذا، ورحت عملت له ما تفتحش، ورحت قريت النص من اللي انا كاتبه. تمام. المهم رحت تك تك تك، اتفضل يا فندم ايه رايك ده كلام الله؟ قال لي انا مره قبل كده فتحت نص تاني على الشاشه وقعدت اقراه، والمسيح حتى مش مركز. بقول له طب بص على الشاشه، هو عايز يشرح حتى لو مش فاهم احنا بنقرا ايه. خلونا نرجع تاني للانبا يسطس ده. بس معلش اقول لك تعليق سريع بس يا اخ مالك، انت عارف لماذا النصراني لما الفت له نص ظن ان هذا النص في كتابه؟ هو قال لي عارف قال لي ايه؟ قال لي ما انت قلت سدياكي. قلت له في اي، انا اسف انا قلت له كده، قلت له في اي سدين يبقى ده كتاب نشيد انشاد، فيبقى ده كتاب ربنا. هو قال لي كده والله، والناس شاهده والفيديو موجود. لا بس انا عندي وجهه نظر اخرى، اللي هي ان صيغه كتاب النصارى يعني ظاهره لكل عاقل ان هي صيغه بشريه، فلذلك من السهوله الشديده انك تالف زيها. صح. هذه النقطه لا يستطيعون فعلها مع القران الكريم. لماذا؟ لان القران الكريم له اسلوب خاص. حتى المسلم اللي مش حافظ القرآن ولا مش حافظ إلا بس إلا سورة الفاتحة أو جزء عامة وكذا حيكشف، لأن صياغة القرآن الكريم صياغة ربانية فيظهر عليها. يعني شوف إن يعني مثلا أنت تقدر الآن تفرق بين الحديث النبوي والآية القرآنية. يعني الحديث النبوي واضح عليه صياغة بشرية من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن نحن عندنا السنة النبوية وحي بالمعنى لكن لفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما القرآن الكريم باللفظ والمعنى من الله عز وجل، لذلك الصيغة تختلف. ما يقدرش أصلا يحاول إن هو يألف زي القرآن، لذلك كل اللي حاولوا يألفوا زي القرآن صاروا مسخرة. يعني لما مسيلمة الكذاب مثلا، يعني فيما يروى في مشهور أن عمرو بن العاص قال له يعني هكذا كسخرية، يعني يروى في المشهور ما نزل عليك اليوم يا مسيلمة. فقال شوف، أراد مسيلمة أن يحاكي أسلوب القرآن، فقال نزلت علي سورة تقول الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل. فطبعا رد عليه عمرو بن العاص الرد المشهور، قال له يا مسيلمة والله إنك تعلم إنني أعلم أنك كذاب. هذا الرد المشهور. لكن بعض العلماء اللي علقوا على هذه المسألة قالوا ما أحمق مسيلمة، أراد أن يحاكي أسلوب القرآن لما الآية تقول القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. القرآن حين يستخدم لفظة وما أدراك يتكلم عن الأشياء الغيبية التي لم نرها بأعيننا، زي الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. نحن ما شفناش الحاقة يوم القيامة، نحن ما شفناش يوم القيامة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، القارعة يوم القيامة ما شفناش نحن يوم القيامة فعلا. وما أدراك يعني
احنا مش لا ندري هذا. اراد ان يحاكي مسيلمه، معنى فصيح على فكره في اللغه مسيلمه، يعني ما يسوى شيء امام زيكو بوزرط ولا رشيد الانشاد ولا غيره، ما يسوى شيء امامه، لكن مع ذلك وقع في هذه الورطه. قالوا ما احمقك يا مسيلمه لما تقول الفيل ما الفيل وما ادراك ما الفيل له خرطوم طويل، ومن الذي لا يعلم ان الفيل له خرطوم طويل؟ كيف تقول وما ادراك يعني؟ فلذلك سبحان الله الاسلوب القراني لا يستطيع احد ان يحاكي مثله، لا احد يستطيع ان يحاكي مثله، وكل من حاول فضح بفضل الله عز وجل. صحيح، بفضل الله سبحانه وتعالى. بص ده خلينا ارجع بس للانبا يسطس. معلش بس اهو يلا. كأس مدور لا يعوزها شراب ممزوج. النص بيقول كأس مدورة، هو مش عارف يميز ما بين مدور ومدورة. والله يعني تخيل انت قدامه الته المربوطة وقدامها فوقها نقطتين كده ومدورة، وهو بيقول مدور، كأس مدور وهي مكتوبة مدورة. بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن. صبرة حنطة. ثدياك كخشفتين توأم ظبية. توأمي ظبية. رأسك عليك مثل القرمل. ملك قد أسر بالخصل. ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات. قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك مش عارف يقرا كلمة النخلة. بالعناقيد. قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعزوفها بعزوقها، خلاها عزوفها. تكون ثدياك كمناقيد. مناقيد ايه؟ كعناقيد يا فندم. عناقيد الكرم. ظبطها الحمد لله. لحبيبي الساغ المركور السائحة. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ نخلة وأمسك بعزوفها وتكون ثدياك كعناقيد الكرم. لحبيبي الساغ المركور انت لخبطتني، انا مش عارف النص بيقول ايه. على فكرة اخ معاذ، عارف ذكرني بماذا؟ اقول لك ذكرني بماذا؟ لحبيبي السائغة المرقرقة. مش عارف يقرا المرقرقة. على فكرة ما عنديش مشكلة ان هو راجل كبير، تمام ماشي، بس ما هو توادرس اكبر منه عادي قرا النص تمام. اشمعنى ده؟ يعني المشكله مش في الكبر، المشكله مش في الكبر يا معاذ. اتفضل. عارف ذكرني بماذا هذا؟ دقيقه ثواني. طب بس اشغل الفيديو ده بس. لا خليه عشان من الناس ما يتوهوش، بس خليه قاعد معلش قراءته، قاعد عرض المقطع وبعدين اقول لك قاعد عرض المقطع من جديد. بتاع يسطس. قاعده. حاضر. نشيد الأناشيد. ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات. قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد. قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعزوفها وتكون ثدياك كعناقيد الكرم. لحبيبي الساغ المركور السائحة. المرقرقة. هو النص بيقول لحبيبي الصائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين. هو النص بيقول كده. السائحة في شفات النائمين. على شفات النائمين. لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان، فماذا نصنع لأختنا في يوم تخطأ؟ تخيل الكنيسة اللي قاعدة قدامه دي كلها صغيرة. يعني أنا نفسي أفهم الناس دي استفادت إيه من النص اللي بيقول لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان فماذا نصنع عندما تخطب؟ ما يعملوا اللي يعملوه، إحنا مالنا؟ يعني إحنا مالنا؟ يعني إحنا الكلام ده ليه يتقري في الكنيسة والناس قاعدة بتسمع؟ يعني هم مالهم هم بالكلام ده؟ هل ده كلام الله؟ أخ معاذ، عارف المشهد هذا ذكرني بماذا؟ ونحن صغار لما كنا نتفرج على مسرحية العيال كبرت. أشوف المقطع. ده نيلة فيكم في أيامكم السوداء، ده أنتوا هتشوفوا أيام خبرة بعد كده. بتقول له كمان، بتقول له لقد حجزت لك كركزة. والله نفس المشهد، نفس المشهد اقسم بالله. الله المستعان. بص الفيديو ده الفيديو اللي عملت فيه المقلب للولد. ماشي.
معلش ممكن سؤال؟ قول يا باشا. هو موجود؟ موجود وقفلت المايك. لا انا عايزك تفتحه معلش. يا سلام. معايا؟ معاك يا باشا. افتح النص اللي هو بتاع نشيد الانشاد 6. اهو تمام. ان انا قلت له ما تفتحوش. النص اللي بيقول ها انت كالنخله الناظره وثمرك كنقيض تفيض من عسلها ثدياك كتوأمي جزال. نعم. يرى انا اصلا مش قادر اتكلم من الضحك. عيان بين انت الازهار محمود بس وهو ضحك اصلا بس مسك نفسه. كأعمدة من روح. استاذ هاني بالله عليك احنا مش شغالين كتابك، هو احنا غلطنا في حاجه؟ يقول ايامكم هتبقى سودة، معلش انا اسف هنتصلب. ما اذا كان يسوع الهك نفسه اتصلب يا فندم، هات اعصابك كده واقعد اسمع وفكر. مفيش اسود من الصلب بصراحه يعني. ولا وتخرم هنا وهنا وهنا ورجله، بس مش عارف اوريك رجلي بقى، انت عارف يعني. اهلا بيك يا فندم. قيمت على اساس من نور. بطنك كأس بلور مملوء برقيق مختوم. ده كلام الله يا استاذ مارد؟ كلام الله طبعا، ده كتابي وافتخر بيه. شفتوا ده كتابي وافتخر بيه. شفتوا يا جماعه المسيحي؟ بصوا بقى وافتخر بيه على راسي من فوق كمان. تمام. شكرا ليك يا فندم. دي نصوص انا مؤلفها يا فندم، وانت قبل البيت في حاجه سهله. ده نص انا الفته. اهلا بيك يا دبوش. ما فيش نص بيقول كده اصلا في كتابك يا دبوش. دبوش ما فيش نصوص عندك بتقول كده دبوش. ده كلام الله وافتخر. عرفت انك تفتخر بالهوى، هكذا تفتخر يا دبوش. انت تفتخر ما فيش اصلا نصوص بتقول كده يا دبوشه. انا ماليش دعوه، هو اللي قال، هو بيألف من نفسه، ماليش دعوه. هو الف وانت قلت ده كلام ربنا. بص ما فيش وما جزال. يرى أقيمت على أساس من نور. بطنك حق مختوم. وافتخر بيه وعنده ده كتاب وافتخر كلام الله طبعا. ده كلام الله يا استاذ مارد؟ كلام الله طبعا، ده كتاب وافتخر بيه وافتخر بيه على راسي من فوق كمان. تمام. شفتوا؟ والله على فكره ده مش اول. بصوا نفس الفكره. بص ها انت كالنخله الناظره. انا هنا فاتح نص هو مش موجود، هو ما قراش النص يعني. انت فاهمني؟ يعني انا بقول له انا بقرا النص وفاتح له نصوص ثانيه. هو فاكر اللي بتقراه هو اللي عرضه على الشاشه بالظبط. حتى يعني شوف اللي هو ايه، هو الفكره عنده هو مش عايز يقرا. ده كتاب ربنا. طبعا ده كلام ربنا على طول، مش محتاج ان هو يبص بقى ويراجع. لا هو اي كلام كذا كذا ده كلام الله. كلام الله. بص اسمع. وصرمك عناقيد تفيض من عسلها ثدياك كتوأمي جزال يرعيان بين الازهار ينهمر منها اللبن فخذاك كأعمدة من رخام. بالله عليك ده كلام الله. كلام ذكي كأعمدة من الرخام. ثواني بس، ده كلام الله يا بشوي. المهم تفكير اللي بيجري. ده كلام الله يا بشوي. ده كلام الله فعلا. انت مؤمن بكده؟ والله. بالله عليك مؤمن بكده؟ دي نصوص انا مؤلفها، ده مش نشيد شد. يعني بس ثدياك موجوده. بس ثدياك موجوده. اهم شيء الثدياك. هم خلاص اسمع يا اخي معاذ، هم مميزين نشيد الانشاد بثدييك. ما دام في ثدييك خلاص. انا بقول لك اي حاجه كده ده كلام ربنا يعني. انت متخيل؟ بس من صفات المقلب الاولاني ثدياك. انا بتكلم على دين يعني اللي هو ايه، في ثديين اهو هناك. ده كتاب مقدس يا جدعان. تخيل الكلام اللي بيعتقدوه انه هو اله، كلام بيعتقد انه هو كلام الاله ميزين بثدييك. الله المستعان. احنا كمسلمين ما عندناش، ما فيش الكلام ده. الله المستعان. انتوا متخيلين ليه قال ان ده كلام الله؟ ليه؟ عشان فيه ثديين. دي مأساة والله احنا بنضحك بس قسما بالله ده كلام يعني فعلا يشاب الراس. مضحكات من المضحكات المبكيات مع الاسف. المشكلة انت بتشوفه انسان عادي زيك عنده راس وبيفكر، ممكن يكون دكتور او مهندس شاطر، ومع ذلك تخش معاه بس في حوار مسيحي خلاص بتلاقيه حاجة تانية. الله المستعان. جزاك الله خيرا يا اخي معاذ. اسال الله. انا مش متعود اسهر والله السهر ده يعني. انا بقالي سنين ما قعدتش لحد الساعة 2. معلش لكن سيكون لها ثمر طيب. اشوف اللي موجودين بس في التيك توك يعني اكثر من 9000 مشاهده يعني ما شاء الله. صحيح الحمد لله. لذلك لها ثمر يعني كبير ان شاء الله تعالى. وان شاء الله نكرر هذا اللقاء مره اخرى باذن الله تعالى. يا رب.
نتفق إن شاء الله. أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا. شكرا لكم جميعا أيها الإخوة على دعمكم للبث وإيصاله للآخرين، سواء عند الأخ معاذ أو عندي أنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا. يعني ما حسيناش بالوقت صراحة، معنا وصلنا تقريبا 3 ساعات، لكن سبحان الله ما حسيناش بالوقت. وحقيقة نهديكم هذه الهدية على العيد، يعني هذا اللقاء، وإن شاء الله تعالى حيتكرر بإذن الله، لن يكون الأخير إن شاء الله. ويا رب يكون كان خفيف على قلوبكم. لا الحمد لله، هي المشاهدات تبين على فكرة، لأن لو في شيء حتقل المشاهدات، لكن ما شاء الله المشاهدات كانت مرتفعة جدا، يعني ما شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. جزاك الله خيرا، ونلقاك إن شاء الله على خير بإذن الله تعالى. الله يحفظك يا أخي. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله جميعا. استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه.